اعكس لو عاوز تنجز. فكرة في الجون، لو عاوز تنجز اعكس على طول. ازاي؟ يعني مثلا لو تفتكر كده في الدينامو، انا عندي الدينامو كان وضع الملف كان ليه وضعين. يا اما كان ملف الدينامو عمودي على خطوط الفيض، يبقى كده وضعه الاول عمودي، يا اما كان ملف الدينامو وضعه موازي لخطوط الفيض. الفكرة دي بتتكرر كتير جدا في الامتحانات تقريبا كل سنة، قلما يعني لا تأتي. يسألني عن كذا حاجة. أول حاجة يسألني عن الفيض اللي هو رمزه فاي ام. الفيض القانون بتاعه المفروض بيساوي بي اي ساين سيتا، والسيتا هنا زاوية عادية، هي الزاوية بين الملف والمجال. يعني في الرسمة دي هتبقى الزاوية 90 وساين 90 بواحد، يبقى الفيض هيساوي بي اي. يبقى لو كان الملف عمودي يبقى الفيض في الحالة دي بيسموه قيمة عظمى. طيب الناحية التانية الفيض هيساوي بي اي ساين صفر، لأن الزاوية هنا بين الملف والمجال بصفر، يبقى يطلع الفيض بصفر. يبقى الفيض في الحالة ديت قيمة صغرى أو صفر. ده أول حاجة. تاني حاجة بقى بيسألنا عليها القوة الدافعة الكهربية في الدينامو. طيب القوة الدافعة الكهربية في الدينامو أجيبها إزاي؟ القوة الدافعة الكهربية في الدينامو اللحظية كانت بتساوي نبوي ساين سيتا، بس السيتا هنا اسمها الزاوية بين العمودي على الملف والمجال. يعني عشان تجيب الزاوية اللي في القانون بتاع القوة الدافعة الكهربية للدينامو بترسم كده خط وهمي عمودي على الملف. طب ايه علاقة العمودي على الملف والمجال؟ ايه علاقة الخط الأحمر ده بالخط البنفسجي ده؟ بيوازوا بعض، يبقى الزاوية هنا بصفر، يبقى القوة الدافعة بصفر. طيب هنا هنرسم عمودي على الملف. ايه علاقة العمودي على الملف بالمجال؟ الزاوية 90، يبقى القوة الدافعة الكهربية هتساوي ان بي اي اوميجا ساين 90، وساين 90 بواحد، يبقى تطلع اي ام اف ماكس. يبقى في الحالة دي قيمة ايه؟ عظمى. يبقى كده الفيض والقوة الدافعة عكس بعض. لو الفيض قيمة عظمى يبقى القوة الدافعة بصفر. لو الفيض بصفر يبقى القوة الدافعة قيمة ايه؟ عظمى. لو الملف عمودي افتكر ان الفيض قيمة عظمى يبقى القوة الدافعة بصفر. الملف موازي الفيض صفر يبقى القوة الدافعة قيمة ايه؟ عظمى. واللي زي القوة الدافعة معدل قطع خطوط الفيض اللي هو دلتا فاي ام على دلتا تي. هنا معدل قطع خطوط الفيض هيبقى صفر زي القوة الدافعة الكهربية. ليه؟ لأن لسه الملف ما دارش، لسه ما قطعش خطوط الفيض، مفيش تغير في الفيض. طيب هنا بقى الملف كان عمودي ودار بقى موازي، معدل قطع الفيض هيبقى قيمة عظمى. عشان كده بقى نرجع لعنوان الفكرة بتاعتنا. الفكرة كانت بتقول ايه؟ الفكرة كانت بتقول اعكس لو عاوز تنجز. هو عايز ايه؟ بيقول يوضح الشكل المقابل تغير الفيض، جايب لي هنا الفيض مع الزمن والذي يخترق ملف مستطيل، فإن قيمة القوة الدافعة المستحثة اللحظية تساوي صفر. هو عايز القوة الدافعة الكهربية المستحثة تساوي صفر. امتى القوة الدافعة تساوي صفر؟ لما يكون الفيض قيمة عظمى، لأن احنا الاتنين عكس ايه بعض، فاعكس لو عاوز تنجز. يلا عايزين بقى القوة الدافعة الكهربية المستحثة تساوي صفر عند أنهي زمن؟ لما يكون الفيض قيمة عظمى. هنا الفيض قيمة عظمى، هنا الفيض قيمة عظمى، هنا الفيض قيمة عظمى، بس اللي جايب لي قصاد زمن هو تي واحد وتي 3. يبقى الإجابة الصح هي تي واحد وتي 3. وافتكر اعكس لو عاوز تنجز، يعني لو مديك الفيض قيمة عظمى يبقى القوة الدافعة بصفر، الفيض صفر يبقى القوة الدافعة قيمة ايه؟ عظمى.